وصفتنا اليوم من المنطقة الوسطى، مكشوش أهل حايل، حلوى سعودية وطنية تراثية لذيذة. شوفوا كيف، يا سلام على أحلى مكشوش لأهل حايل. طحين أبيض، طحين بر، خميرة، بيكنج باودر، سكر، فانيلا، رشة ملح ورشة كركم، البيض، وآخر شيء نضيف اللبن ونخلط. أهم شيء نكمل خلط باليد. شوفوا كيف قوام العجين. نخليها ترتاح تقريبا نص ساعة. وللشيرة بقدر على النار نضيف العسل والزبدة والموية، الهيل والليمون الأسود، ونحرك إلين يسخن الخليط، وبكذا تكون معانا الشيرة جاهزة. وراح استخدم الخبازة المنزلية الكهربائية أديسون من السيف جاليري. واللي يميز الخبازة انك تقدر تتحكم بالوقت ودرجة الحرارة وتشغيلها من فوق ومن تحت، وفيها إنارة داخلية. بعد ما ارتاحت معنا العجينة وتخمرت، عندي ملعقة احط فيها شوية زيت واشكل بهذا الشكل عشان تكون الحبات بشكل متساوي. وعلى طول على الخبازة. سلام على التقميرة والروايح الجميلة. نقشهم بهذا الشكل، وعشان كذا سميت بالمكشوش. نصب على المكشوش الشيرة، يا سلام، ونقلبهم بهذا الشكل.